ازيكم يا بنات، ازيكم يا كل أمورة بتتابعاني، ازيكم يا كل واحدة جديدة معانا في القناة. نورتيني يا قلبي، نورتيني واشتراكك ده شرفني. اهلا بيكي في قناتك اللي لسه صغيرة، ان شاء الله تكبر بيا وبيكو ومعايا وسند بعد ربنا ان شاء الله. النهارده بصراحة الأوضة كانت مكركبة آخر كركبة، أوضة النوم وكده. ما انا قلت يلا بقى نتشجع مع بعض ونروقها على. بصراحة كنت خلصانة مفيصة اليومين دول، بس قلت يعني ايه، هتشجع معاك وكده وانتوا هتشجعوني لما باجي بصراحة افتح الكاميرا وكده. بتشجع جدا جدا. انا من نوع بعشق حاجة اسمها تصوير، يعني بطريقة فظيعة. ما يعني انا قلت يعني لما انا افتح الكاميرا وكده هتشجع بيك ونعمل مع بعض حاجة وكده. بصراحة انا مش هعمل الأوضة يعني ايه تروقة عميقة. يعني فاكرين المرة اللي فاتت لما كنت عاملة معاكم التروقة العميقة؟ يعني كان المرة اللي فاتت كان فيها صحة، اما المرة دي بصراحة والله يا بنات في اليوم ده انا كنت باخد نفسي. يعني الفيديو ده اصلا بقاله يومين معايا، مش مصوريه يعني النهاردة وكده. ما طبعا كنت انا ساعتها مفيصة جدا، حتى ما قدرتش ان انا امنتجه وانزله والكلام ده. ما طبعا انا قلت بقى خلاص، مهما ان الحمد لله دلوقتي بقيت حلوة شوية وتحسنت شوية، ابدأ بقى اللي انا ايه امنتجه كده عشان نبقى مع بعض بالتواصل كده. اللي طبعا احسن حاجة في اليوتيوب اللي احنا نبقى جنب بعض وفي ظهر بعض، عشان مش تنسوني ولا انا انساكوا، عشان انتوا احلى واغلى ناس عندي في الدنيا. والله يا بنات مش كلام وبس، بس انا بحبكم جدا، وبحب اقرا الكومنتات الجميلة اللي انتوا بتكتبوها. بحب ان انتوا تقولوا لي حاجة اعملي كذا اعمل. بحس انتوا واقفين جنبي، فاهمين انتوا؟ يعني لما باجي اروق الاوضه وحد يقول لي لا ده اعملي كذا، بحسكم انتوا سند. يعني بحس ان انا بعرف منكم الصح من الغلط. يعني ما انا عملت حاجه غلط إيه انتوا بتعرفوني كده. ما دي حاجه حلوه جدا، يعني اليوتيوب دوت حاجه حلوه في كده. اللي انت بتلاقي حد يبقى مش واحد بس، لا ده ملايين الملايين بيخشوا معاك الحياه بتاعتك، وكمان بيديكوا نصايح حلوة وبيفيدوكي كده غلط كده صح، غيري الحاجة دي، الحاجة دي مش لايقة على بعض كده. ما طبعا بقى انا ايه في اليوم ده قلت بقى ايه هنصور وهتشجع معاكوا وكده. اول حاجة طبعا زي ما انتوا شفتوا اني بدأت بس ان انا امسح التسريحة اللي بصراحة كانت محتاجة تتمسح، اللي هي كانت متعفرة وكده ومتبهدلة، ما كانت بصراحة محتاجة تتمسح، ومحتاجة اللي هي تترص رصة حلوة. اما الدولاب بصراحة يعني هو نضيف ومش في اي حاجة، ملاني المرة دي هستغنى عن اللي انا امسح الدولاب وكده، مش راح امسحه ولا الكلام ده. وزي ما انتوا شايفين كده انا بقى بدأت ان انا اظبط الستاير وكده عشان كنت ماشية. ما طبعا مش ينفع امشي واسيب بقى الشبابيك متفتحة وكده، يعني انا كنت مفتحاها وبعد كده بقى بدأت ان انا اقفلها. مهما همشي راح اقفلها. اللي طبعا الشبابيك بتاعتي مش عليها حديد، عارفين لو عليها حديد تبقى امان، افتحها وامشي واسيبها وكده. اما عشان هي مش عليها حديد ما طبعا مش ينفع خالص اللي انا اسيبها. وطبعا انا من اول ما اتجوزت وانا جوزي مع يعني موعدني اللي هو هيركب لي ايه حديد على الشبابيك. بقالي يا بنات 9 سنين موعدني الوعد ده، اللي هو هيركب لي شبابيك على على الشبابيك حديد، يعني يعمل لي ايه الشباك حديد. وما شاء الله مش عارفين بقى ايه هيتفق امتى على الوعد، يعني لما نتم 15 سنة ولا لما نتطلق من بعض ولا ايه مش عارفة. ما المهم بقى طول ما اني موجودة في الشقة يعني بفتح شقتي واشمسها، طول ما اني مش موجودة بتلاقيني قافلة بقى الشبابيك وكده وايه ومتربسة الدنيا كده. وطبعا قلت مهما انا هروق الأوضة وهمشي ومش هقعد في الشقة، خلاص بقى انا هقفل بقى الشباك وخلاص بقى هروق الدنيا على كده على الهدوء ده. اه هنا بقى طبعا بدأت ان انا اشيل الملاية ديت، وعامة الملاية دي بتبقى سكرة كده وجميلة في الأوضة، وعندي الملاية دي بتنطق الأوضة يعني بتبقى لايقة على الأوضة جامد. طبعا الملاية دي يا بنات سادة وتبقى فيها نقشة كده بسيطة من تحت، دي اللي انا ايه شايلاها. اه بدأت برضو ان انا انفض برضو السرير وكده. اوقات طبعا زي ما احنا عارفين بيبقى ايه ممكن طفلت معاه حاجة وقعها كده، حاجة وقعت تحت الملاية. وطبعا لازم تبقى كل حاجة نضيفة ومترتبة. هنا طبعا برضو طلعت الملاية دي، والملاية دي برضو بتبقى مقطقطة كده في الأوضة، وبقى منظرها جميل. أصلا هي أصلا يعتبر
لايقة على لون الأوضة بصراحة. إحني أول ما فرشتها في أول جوازي كان جوزي بصراحة كانت عاجباه موت موت، وفضل يشكرلي فيها، ده جميلة شكلها حلو. هي أصلا بتنطق الأوضة، هي حلاوتها اللي هي بتنطق الأوضة. ما دي بصراحة ايه كانت يعني ايه بكون مفرجها، يعني يكون مفرشها على السرير وكده. بفتكر كان جوزي بيقول لي ايه وكده الايام، فاهمين انتوا ايام الفرح كده وايام العسل دي هي دي. ما طبعا ايه الايام دي مش بتتعوض والله يا بنات، يعني اول سنة في الجواز مش بتتعوض والله. يعني يا ريت الناس يستغلوها. يعني ليه؟ انت بتبقى عروسة مش معاكي عيال ولا الكلام دوت، مش تستعجلوا عن الخلفة. اوعوا تستعجلوا، بكرة هيجيلكوا اللي يقرفكوا. مش تستعجلوا، اللي تقعد سنة من غير حمل والكلام ده والله يا بنات حظها. بس في ناس بقى بتبقى مشتاقة بقى ليها تحمل والكلام وتفرح. بس لو جينا للجد، الواحدة تحمل بعد فرحها بسنة ليه؟ تعيش حياتها، تتفسح، تروح وتيجي. انا كنت ايه بقى، انا يا دوبك يعتبر اتجوزت يا دوبك ايه ربنا اداني وكده ورزقني. ما طبعا انا ما لحقتش افرح في حياتي، يعني قبل ما اكمل السنه كان ما شاء الله ربنا يخلي لي ادم يا رب كان معايا ومنور لي ايه دنيتي وكده، وخلاص بقيت بقى ماما. فاهمين انتوا؟ ما شايلوني المسؤوليه بدري بدري، انا ما لحقتش افرح. ما طبعا يعني انتوا لما تتجوزوا وكده وتأجلوا حكايه الخلفه دي بتبقى احسن. يعني انت تحسي ايه بقى بحلاوة الجواز، تتفسحي تخرجي، مش ان انتي بقى خلاص بقيتي ماما وشايلة مسؤولية وحامل والكلام دوت ومربوطة ومش ينفع اطلع عشان الجو هوا والواد لسه صغير، ده الواد تعبان مش هعرف اطلع. لا، انت استغلي اول سنة والله يا بنات. يعني كل واحدة بتفكر تتجوز تستغل الجواز، يعني اللي هو اول سنة دي فسح خروجات، مفيش حمل، حمل ممنوع، وعيشوا بقى ايه حياتكم كده. معلش بقى لو في الفيديو ده يا بنات لقيتوني مرهقة شوية وتعبانة شوية، بس قسما بالله يا بنات انا حرفيا في الفيديو ده كنت بموت حرفيا. في الفيديو دوت قلت يا ريتني كان عندي اخت وكان ليا سند في الدنيا بعد ربنا. قلت يا ريتني كان ليا اخت او سند اللي هي كانت تيجي تعمل لي وتخدمني. زي ما انتوا عارفين انا حامل يا بنات دلوقتي ما شاء الله، ربنا يكمل لي يا رب انا وكل اللي زيي في الثامن. ما طبعا انا بنهج اي حاجه بعملها، بنهج فيها بتعب على طول بهبط. ما انا كنت تعبانه جدا، ما قلت يا ريت لو عندي اخت كانت هتبقى سندي وظهري وعكازي. كنت هرن عليها واقولها تعالي اعملي لي كذا، تعالي سوي لي كذا، كنا هنشيل بعض. زي ما انتوا عارفين يعني انا علاقتي انا وامي مش قد كده، يعني مش اللي هي ايه ام وبنتها وكده، لا مش قد كده. وطبعا انا ممكن لو كان عندي اخت ممكن كانت تبقى سندي وظهري. عمر ما مرات الاخ بصوا ده حنية الدنيا كلها فيها، عمرها ما تبقى زي اختك والله يا جماعة، عمرها ما تبقى زي اختك. انتي ممكن اختك تطلبي منها طب تعالي اعملي كذا، تعالي سويلي كذا، تعالي انا عايزاكي تعملي كذا، عايزاكي تسنديني في كذا. اما مرات الاخ ده وهي مش جات منها اكيد مستحيل هنطلبها، مستحيل. يعني انا معايا ما شاء الله اخويا الكبير متجوز واخويا الصغير متجوز وكده، بس انا مستحيل اطلب من واحدة تيجي تعمل لي حاجة او تيجي تطبخ لي او تيجي تروق لي مهما هي مش جت من نفسها وقالت انا هعمل. وطبعا ربنا يا رب يقويني كمان بقى الشهرين دول، واللي انا اولد بقى على خير، اللي انا خلاص على اخري والله يا بنات. شايفين انا كنت حرفيا في الفيديو ده والله يا بنات كنت خلاص يعني مفرهدة خالص. لو طولت اللي انا هسيب الحاجة وما روقهاش كنت هسيبها. بس انا من نوع طبعي ما بعرفش اسيب حتة وسخة، ما بعرفش اسيب حتة متبهدلة، ما بعرفش اسيب شقتي منكوتة، لازم تبقى الشقة ال24 ساعة نظيفة. ما دي ممكن كمان دي اللي تعبني. ما ربنا يا رب يقويني وكده. والله انا حتى يعني فترة الولادة عمالة اقول مين هيخدمني، مين هيعمل لي، وانا ما بعرفش اطلب حاجة من حد، يعني انا من طبعي كده. ما دي بقى اللي كان نفسي يبقى له اخت، والله يا بنات نفسي كان يبقى له اخت. انا زي ما قلت لكم يا بنات خلاص انا عرفت انا حامل في ايه. وان شاء الله ان شاء الله ربنا قواني اللي انا اعمل لكم الفيديو اللي بعد دوت هو ايه جنس المولود وكده.
طبعا انا عايزاه يبقى في فيديو لوحده وكده عشان يبقى ذكرى معايا مدى الحياة، يعني الفيديو ده يبقى ذكرى معايا مدى الحياة. وان شاء الله ربنا يقويني واللي انا اعمل لكم الفيديو اللي بعد هو ايه جنس المولود وكده. طبعا زي ما انتوا عارفين انا راضية باللي ربنا هيجيبه، انا الحمد لله الحمد لله ربنا راضيني من ناحيتين، انا معايا ادم ومعايا روفان، ما انا طبعا مبسوطة من الناحيتين، معايا البنوتة ومعايا الصبي. ما طبعا اللي ربنا هيجيبه انا هكون فرحانة بيه وطايرة بيه في السما كده. ما طبعا احنا ان شاء الله هعمل لكم فيديو غير هندردش بقى فيه وتختاروا معايا الاسم والكلام ده. سيبوا بقى الهرية دي كلها في فيديو إيه جنس المولود وكده. هنا طبعا يا بنات كنت زي ما شايفين بقى خلاص بفكك كيس المخدة الوسخة، وطبعا بحط بقى كيس الملاية اللي انا طلعتها جديدة وكده اهو، اللي بتبقى نظيفة وكده، اللي طبعا الملاية السكر دي اخرها يومين 3 بالكتير على السرير. عندي الملايات اللي بتبقى سكري وابيض بصراحة بيتبهدلوا بسرعة بسرعة، هما يومين 3 وشيل واغسل وشيل واغسل. هنا بقى كنت قلت هقعد وهعمل كده براحتي حاجة حاجة كده. وطبعا زي ما قلت لكم الفيديو ده اصلا معايا بقاله يومين، واول ما شميت نفسي وحسيت بقى ان انا قادره ان انا اصور ومنتج واعمل وكده، قلت بقى خلاص بقى بينا ننزل بالفيديو الجميل الحلو ده. انا دي لسه منتجاه دلوقتي، واول ما اخلصه هتلاقوه نزل طوالي. ما بتمنى والله يا بنات يعجبكم، بتمنى تكونوا انتوا مبسوطين معايا، واللي في نفسكم فيه ان شاء الله هنزله لكم. بس طبعا بعد الولادة بقى الشغل عارفين العميق والحاجات العميقة دي ان شاء الله هعملها بعد الولادة وكده. بل انا بعمل خفافي دلوقتي. الله حتى انا دلوقتي محد يعني انا ماشية في التمن اهو، بدأت ان انا اعمل بقى تجهيزات الولادة وكده. طلعت الهدوم طبعا وغسلتها وهوريها لكم في الفيديو اللي انا هقول لكم جنس المولود طلعتها وغسلتها طبعا بكرور وبعجينة وبحاجات كده كتير، وطبعا رصيتها في الدولاب وكده. وطبعا في ستائر مسكتها غسلتها وعلقتها، وفي كذا سجادة كده غسلتها، وفي سجاد شلته وعنته، وفي سجاد بقى طبعا هطلعه وهفرشه عشان ده بتاع الشتوي وكده. ما انا ببدأ اللي انا اعمل بس بقى مش كله مرة واحدة، يعني بعمل حاجة حاجة كده. اللي طبعا انا مش هقدر بصراحة ان انا اعمل كله مرة واحدة، انا ممكن افيص حرفيا. انا والله يا بنات كنت هان على اللي انا اعيط، وعينيا والله دمعت. اللي انا زي ما قلت لكم انا كان نفسي يعني يبقى لي سند، اخت، ظهر. وانا كنت بفكر اقول يا كده لو ليا اخت كانت زمانها واقفه جنبي معايا، اتسند عليها، اشكيلها، نحكي لبعض كل حاجه. طبعا يعني لو العلاقه ممكن مع ماما كويسه شويه ممكن كنت لنا اشكي واحكي وكده، بس من نوع امي ما مش بتفهمني. بحسها اللي هي مش حاسه بيا، فاهمين انتوا؟ مش اللي هي يعني حاسه ببنتها هي اللي تعبها، او اللي انا بدي اشكلها تفهمني، او اللي هي تنصحني النصيحه اللي انا عايزه اسمعها منها. لا معلش معلش كده، فاهمين انتوا؟ مش اللي هي حتى بتستقبل مني الكلام. ما طبعا انا كان نفسي يبقى له اخت اللي انا اشكي واعيط واحضنها كده، فاهمين انتوا؟ حنية الاخوات دي، ودي اللي كان نفسي بصراحه فيه. ما الحمد لله على ربنا ادهني، وممكن ربنا عمل كده. ممكن لو كان عندي اخت ممكن يعني كنت كرهت الاخوات البنات وكده. ما ربنا لما يعني بيعمل لنا حاجة اكيد بيختار لنا احسن حاجة واحلى حاجة واكتر حاجة بتريح بالنا وكده. ممكن احنا بنبقى فاهمين الحاجة دي تضرنا، او الحاجة دي تبقى حلوة لينا بس هي الحاجة دي بتضرنا. يعني ممكن انا دلوقتي بدمع وعيط واقول يا ريتني كان نفسي يبقى لي اخت، ممكن برضو كان في الوقت ده ممكن كنت اعيط واقول يا ريتني ما كان ليا اخت. ما زي ما احنا عارفين يعني والله يا بنات ربنا ما بيعملش اي حاجة وحشة خالص. وان شاء الله ربنا هيعني ان انا اعمل كل شقتي، وربنا هيعني ان انا مش هحتاج لاي حد، او كانت لمامتي او كانت لمرات اخويا او كان لاي حد ربنا خلقه. يعني ان شاء الله ربنا مش هيخلينا احتاج لحد.
وطبعا انا هنا طبعا بصوا اعيط انكد، بصوا اقعد زعلانة. المهم اللي انا كده في الاول وفي الاخر محدش هيعمل لي حاجة، يعني فاهمين انتوا؟ بل انا بزعل شوية وبقعد وبرجع اقوم اكمل. انا عارفة ان محدش هيعمل لي حاجة، يعني انا فضلت يعني قاعدة طول النهار في الاوضة وحاطة ايدي على خدي وكده، لا اترزع في الحيطة كده كده ايه، محدش هيعمل حاجة. اما انا ايه، بصراحة لما ببقى زعلانة كده على طول بفتكر ربنا وافضل الصلاة والسلام، استغفر الله العظيم، الصلاة والسلام، استغفر الله العظيم. يا رب شيل اي حاجة وحشة في دماغي، ربنا يهديني ويهدي كل المسلمين وقربني منك اكتر واكتر وكده. وبفضل يعني ادعي ايه، حبة دعاء وكده. كمان يعني بقرا سور قرآنية كده، بقعد اقراها وبصراحة بتفتح قلبي وكده، وقت بقعد اصلي. ما الحاجات دي بصراحة بتريح قلبي وكده. ما الحمد لله على ربنا ايه بيجيبه كده. او كانت بقى ايه، يعني والله ما في، يعني انا برضو عندي اخوات وكده ولاد، بس يعني عندي اخ حنين جدا واخ يعني ممكن جامد شوية. ما طبعا ربنا يعني، انا عندي اخوات بس برضو مش مرتاحة، يعني انا عندي اخوات ولاد بس برضو مش مرتاحة. ما الحمد لله على ربنا بيجيب والله يا بنات. وراضية، راضية والله يا بنات وحمداه. خلاص بقى انا كده كنت خلصت الأوضة، وبدأت بقى ان انا اكنس السجادة وكده. والسجادة دي اصلا كنت لسه يعني غسلاها ومسحة الأوضة، عشان كده ولا شلتها ولا مسحت بقى تحت السيراميك، لان كنت اصلا لسه يعني ايه، يعتبر فرش السجادة دي كان بقالها يومين يا بنات، والله يا بنات مش كمان يومين، بتالي يومين او كانت لسه بقالها يوم حاجة زي كده. وطبعا انا قلت لسه مسحة من تحتيها ومروقة الدنيا من تحتيها، ما انا ايه مش محتاجة ان انا بقى اشيل سجاد والكلام ده. ما انا كده كنستها بقى بالمكنسة الكهربائية. وطبعا المكنسة الكهربائية بتاعتي يعني ما شاء الله نوعها جميل، وبيمسك بقى السجاد يا بنات مش هقول لكم، بيجيب السجاد من تحت لفوق والله يا بنات. يعني بشيل السجاد حرفيا ما بلاقيش تحت ولا حفورة ولا ترباية ولا الكلام ده. محلاوة المكنسة بتاعتي بتشفط اللي فوق السجاد واللي تحت السجاد، بتجيب من قلب السجاد كده ما شاء الله. يعني الشفط بتاعها ايه جديد وكده. ايه رأيكم بقى في منظر الأوضة والملاية لايقة على الأوضة ولا لأ؟ المرة اللي فاتت كنت حاطة ملاية سادة، المرة دي طبعا قلت لأ أنا هحط ملاية ايه، منقوشة وكده، لأني من النوع بحب ان انا احط مرة سادة ومرة منقوش. شايفين بقى الستاير بعد ما اتغسلت والدنيا والحلاوة دي، والسجاد بقى مغسول والحاجات الحلوة دي التفاريح دي. احنا بصوا الأوضة دي عاملة كأنها اللي احنا ايه، لسه في عيد او في مناسبة كده، منظرها جميل بصراحة. احلى حاجة لما تقعدي في مكان نظيف وهادي وتبقى شقتك حلوة بالمنظر ده. ربنا يا رب يدينا الصبر والقوة ويشجعنا اللي احنا نفضل بالنظافة والحلاوة دي. هنا بقى طبعا هحط كده حبة معطر. وبصراحة انا كان نفسي في معطر، لاني ايه، من نوع بزهق من ريحة الشقة. انا بحب ريحة شقتي تبقى على طول ايه، متجددة، يعني مش يبقى ايه فيها نفس الريحة اللي انا شمها، لا انا عايزة ريحة شقتي دي على طول متجددة كده. ما انا على طول كل ما بجيب معطر بجيبه من نوع شكل، يعني بجيب كده نوع وانا اللي بعمله في البيت بقى بركبه كده. ما بصراحة دي كان لسه جايباه وريحته بقى بريحة الاناناس، ونقول لكم بقى على ريحة الاناناس وحلاوة ريحة الاناناس، كانت جميلة تحفة كده. وخلاص بقى دي منظر الأوضة وبعد ما اتروقت والدنيا يعني أكيد باينة اللي هي هادية 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 خالص كده. وما شاء الله يعني الملاية هتاخد من الأوضة حتة، هتاكل من الأوضة حتة. هنا بص بقى يا بنات، روقت برضو الأوضة دي وغيرت كنت أنا حاطة دفاية، شلت الدفاية وطبعا روقت الأوضة ومسكتها كنستها وشلت الشارت وكنست من تحته. بس ده كله بقى طبعا مش صورته. وده كده ترنج طبعا لما ابني هيجي من المدرسة هيغير الهدوم وهيلبسه وكده. ودي كده منظر الأوضة، وحطيت بقى الملاية الكيوتة ديت. ودي الشريط هنا مسكته زي ما قلتلكوا، كنسته من فوق ومسحته، ومن تحت كنزة القمر كنسته ومسحت، عشان الأوضة دي كان بقالي فترة بصراحة ايه ما شلتش الشريط وكده. رحت بصراحة ايه نكتها نكتة ايه جامدة، بس مش قدرت ان انا اصور، بس انا حبيت ان انا اوريكم ايه اللي انا عملته وكده. وهو منظر السرير تحفة تحفة تحفة. اه
والحتة شفتوا يعني قدمني الحتة هادية والدنيا رواق. وهنا طبعا زي ما انتوا عارفين انا بحط الكولمن على الكرسي، بس انا خدت الكولمن وقلت بقى املاه وكده، يعني عشان يبقى ده والمية قطع يبقى الكولمن ايه مليان وكده. والأوضة دي ما شاء الله يعني واسعة وكده، ما بصراحة بتدفينا طول ما احنا قاعدين في الشقة، ال24 ساعة قاعدين فيها بقى، طول ما انا قاعدة في الشقة انا قاعدة فيها. وطبعا متغطين بقى بالبطانية ديت ونايمين ومتدفيين، وبصراحة تحفة. عارفين محتاجين ايه؟ ذرة بس تبقى ذرة سخنة، واحنا قاعدين تحت البطاطين كده يعني ايه ناكلها، وحمص شام والحاجات بقى الدافية اللي بتدفي قلوبنا دي.